القدس إله واحد أمين. غابي لشباب قناة COC، أولا بهنيكم ببداية صوم الميلاد المجيد، وبقدم لكم التهنئة والتحية من مطرانية بنها وسنا داخل جمهورية مصر العربية. كل سنة وانتم طيبين. أقرأ معكم الأول جزء يخص الصوم. يقول الرب يسوع في الموعظة على الجبل: متى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك، لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي يرى في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد آمين. أقول لكم قصة صغيرة قوي. كان الإسكندر الأكبر رايح في معركة يحارب الفرس. هو ماشي في سكة ينتصر على بعض الشعوب الصغيرة، فالجنود أخذوا غنائم من هذه المعارك. هو لاحظ أن الغنائم كترت، والجنود بقى مثقلين في المشي بسبب الغنائم، فراح موقف وجمع الغنائم كلها في كوم وراح حرقها. فطبعا الأول الجنود زعلوا جدا واتأثروا، لكن بعد كده فهموا حكمة الإسكندر الأكبر، وبدأوا يمشوا من جديد بسرعة وخفة نحو الهدف الأساسي، وانتصروا على الفرس. احنا كمان كجنود المسيح احنا في حرب روحية مع فارس، مع الشيطان. مش كده ينبغي علينا ان احنا نتخلص من اي حاجة ممكن تعيق تقدمنا او تعطل حربنا مع ابليس. والوصية قدامنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، لنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. عبرانيين 12. في فترة الصوم بالذات بنعتبر نفسنا في فترة حرب روحية. وأبونا القديس المتنيح أبونا بشوي كامل قال كده، قال: في الصوم الكبير في شياطين كبيرة، في الصوم الصغير في شياطين صغيرة، هم في الآخر برضو شياطين. وكل صوم هو فعلا بمثابة إعلان حرب على الشيطان. هذا الجنس لا يخرج بشيء ولا يخاف من شيء أكتر من الصوم والصلاة. عشان كده في فترة الصوم مش بس نطرح الخطية، نطرح عنا كل ثقل يعوق تقدمنا وجهادنا الروحي ونصرتنا. الدعوة في بداية الصوم كل واحد يحدد الحاجات اللي بتعوقه. ممكن ما يكونش في حد ذاتها خطية، لكن مجرد بدأت تعطلني فلازم أعمل وقفة وأشوف إيه اللي ممكن يعطلني ونطرحه جانبا عشان ندخل معركة الصوم وننتصر بنعمة ربنا. كل صوم وأنتم طيبين. أتمنى لكم صوم مقدس. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.